بنستكمل أحداث مسلسلنا، ويونجين بيلعب مع هايدونا على الشاطئ وبيكسبها وبيضربها كعقاب ليها، فبتتضايق وتقول له هو ده الحب عندك؟ فبيقول لها خلاص يا ستي تعالي اضربيني. بتلاقي زلطة وبتجري وراه علشان تضربه، وبتضربه فعلا. بعد كده بيروح علشان يودع عيلته، وقبل ما يسافروا بياخدوا صورة جماعية. بترجع هايدونا ويوريم للتدريب، والمدربة بتبلغهم انهم هيتدربوا في جامعة سانجا لمدة 3 ايام علشان يجهزوا للبطولة الجاية. لكن يوريم بتزعل لانها كده مش هتقدر تحضر حفلة جي يونج اللي عزمها عليها قبل كده. وبتحكي لهايدونا جي يونج بيقول لسيونج انه هيطلب من يوريم يخرجوا سوا في حفلته وهو على المسرح، فبتقول له اوعى، البنات بتكره الحاجات دي جدا. بتروح له يوريم وبتقول له انها مش هتقدر تحضر الحفلة لان عندها تدريب، والموضوع ده مفاجئ وهي ما كانتش عارفة، فبيقول لها انه متفهم وبتمشي. بترجع هايدونا البيت وبتلاقي الكراسي اللي كان عاملها باباها مكسورة، فبتدخل وبتلاقي مامتها فبتقول لها مامتها خلاص بكرة لما ارجع من الشغل نوديهم للنجار سوا. وبعد كده بتحدد هايدونا ذكرى وفاة والدها على النتيجة. تاني يوم بعد التدريب بتتمشى هايدونا ويوريم وبيقعدوا يستنوا الباص، وبتسألها هايدونا عن سبب كرهها ليها ومعاملتها السيئة في البداية، فبتقول لها يوريم انها خافت منها. بتستغرب هايدونا، فبتقول لها يوريم انها كانت تعرفها قبل ما تنضم للفريق لانهم لعبوا ضد بعض لما كانوا اطفال، وهايدونا غلبتها 8-0، وده اثر على حالتها النفسية، لكنه بعد كده اداها دفعة قوية وخلاها تشتغل على نفسها علشان توصل للي هي فيه دلوقتي. لكن هايدونا ما بتكونش فاكرة اي حاجة من الكلام ده وبيضحكوا، بس يوريم بتقول لها انها لسه بتخاف منها لحد دلوقتي. يونجين بيعزم هايدونا في مطعم غالي بيكون الناس اللي شغالين فيه عارفينه. بتسأله هايدونا انت تعرف المكان ده منين؟ فبيقول لها كنت باجي هنا مع اهلي. وبتسأله عن سبب العزومة، فبيقول لها انه بقى مراسل صحفي في قسم الرياضة رسميا. بتفرح هايدونا، بيخلصوا اكل وبيروحوا يلعبوا وبيكسبوا هدايا دبابيس شعر ومقلمة. وتاني يوم بيروح يونجين شغله وبيطلع المقلمة، فمديره بيضحك عليه وبيهنيه بقرار تعيينه. هايدونا وهي مروحة بتشوف النجار وبتعدي عليه وتقول له يستناها هي ومامتها لانهم هيجيبوا له حاجات يصلحها، لكن مامتها بيجي لها شغل مفاجئ. فبتقرر هايدونا تودي الكراسي بنفسها لكنها ما بتعرفش بسبب المطر. بترجع مامتها وبتتخانق معاها وبتقول لها ان عندها شغل مهم ولازم يتعمل بغض النظر هي فرحانة ولا زعلانة ولا عندها خطط تانية حتى. لكن هايدونا ما بيعجبهاش الكلام وبتقول لها انها لسه ما نسيتش انها ما حضرتش جنازة ابوها علشان برضه كان عندها شغل مهم. لكن مامتها بتقول لها انها مش ناسية الموقف ده وانها بتحاول تتجنبه علشان تقدر تعيش. بتروح يوريم لجي يونج وبتديله بوكيه ورد وبتشجعه علشان الحفلة. بيكلم جي يونج يونجي وبيقول له انه زعلان لان يوريم مش هتقدر تحضر الحفلة وانه كان نفسه يوريم تشوفه ناجح في اي حاجة. بيقفل معاه يونجين وبيشوف هايدونا بتفتش في الزبالة وهي بتعيط، فبيحضنها وبيسألها مالك. بتقول له انها بتدور على الكراسي ومش لاقياها. بيروحوا يقعدوا قدام السوبر ماركت وبيعرف انها اتخانقت مع مامتها وبيقترح عليها تعمل كراسي جديدة شبه القديمة بنفسها. بتروح تاخد الحصالة وبتروح للنجار وتقول له علمني ازاي اصنع كراسي. في معسكر التدريب بيكون مستوى هايدونا ويوريم اعلى من كل الموجودين، وبتكون المدربة فخورة بيهم جدا. وبيجي يونجين ويستأذن المدربة انه ياخدهم علشان تصوير الفيلم الوثائقي. بياخدهم وبيقول لهم يلا علشان نحضر الحفلة. بيفرحوا جدا وبيفرح جي يونج جدا لما بيشوف يوريم. وبيخلص الفريق الموسيقي فقرته لكن الجمهور بينادي عليهم، فبيجهزوا علشان يطلعوا مرة تانية. بس عازف الجيتار بيتخانق مع حبيبته وبيجري علشان يصالحها، وما بيلاقوش قدامهم غير يونجين علشان يعزف الجيتار لانه كان بيعزفه لما كان في المدرسة. وبيخرجوا على المسرح وبيكسروا الدنيا، وهايدونا بتفرح لما بتشوفه. وبيطلب جي يونج من يوريم يخرجوا سوا، وبعد كده بيطلعوا كلهم على السطح علشان يشوفوا الالعاب النارية. تاني يوم في ورشة النجارة بتشوف هايدونا الكراسي بتاعتهم، فبتسأل النجار عنهم، فبيقول لها مذيعة الاخبار المشهورة جابتهم لي علشان اصلحهم. بترجع هايدونا البيت وبتلاقي مامتها اللي بتقول لها يلا اجهزي علشان نروح لمقبرة والدك. بتستغرب هايدونا، فبتقول لها نسيتي ولا ايه؟ مش انت اللي معلمة على التاريخ في النتيجة؟ بيوصلوا هناك وبتنهار ام هايدونا من العياط وبتقول لها ان والدها وحشها جدا، فبتحضنها هايدونا علشان تخفف عليها. بس بيتخانقوا وهم راجعين لان هايدونا مش عايزة تدخل الجامعة علشان تركز في المبارزة، ووالدتها عايزاها تدخل الجامعة. وفي التدريب بتسأل هايدونا يوريم اذا كانت هتدخل الجامعة ولا لا، فبتقول لها انها مش هتدخل الجامعة وهتركز في المبارزة لانها محتاجة فلوس علشان عيلتها. وبيسمعوا صوت المدربة وهي بتزعق لزميلتهم علشان عايزة تعتزل المبارزة. بيواسيها اعضاء الفريق. تاني يوم مش بتروح التدريب وبتسأل عنها المدربة، فبتطلب منها هايدونا انها توافق على اعتزالها وتسيبها تعمل اللي يريحها. فبترفض المدربة، لكن يوريم بتقول للمدربة انها مش هتتدرب تاني غير لما تسمح لزميلتها بالاعتزال، وبتقف جنبها هايدونا وبتاخد نفس القرار. وبيروحوا الاتنين على الفصل. جي يونج بيكون لابس تيشيرت طالع موضة لكنه ممنوع في المدرسة. بيشوف المدرس فبيضربه. بتشوفه سيونج وبتزعق له وبتقول له ان الضرب ممنوع في المدارس، وبتبلغ الشرطة اللي بتيجي وبيقعدوا في أوضة المدير وبيقفوا في صف المدرس. بتستدعي المدربة البنات
وبتزعق لهم لانهم سابوا التدريب، وبتقول لزميلتهم لو عايزه تعتزلي عندي شرط توصلي لربع نهائي البطوله الوطنيه وهوافق على اعتزالك. هايدونا ويوريم بيقرروا يساعدوها ويتدربوا معاها ويعلموها حركات جديده علشان تقدر توصل لربع النهائي. بيتعرض الفيلم الوثائقي لهايدونا ويوريم على التلفزيون وبيتفرجوا عليه وبيضحكوا على طريقه كلامهم، وبيهني الصحفيين يون جن على نجاح الفيلم. بيروح يون جن للفندق اللي فيه المعسكر علشان يقابل هايدونا، بيكون في سائح عنده مشكله ومش لاقي حد يفهمه، فبتيجي هايدونا وبتتكلم معاه بالفرنسي وبيكون يون جن مبهور بيها. بيخرجوا من الفندق وبيقول لها انت مش بتعرفي تكتبي كوري صح، ازاي بقى بتتكلمي فرنسي؟ انا عايز تفسير حالا. فبتقول له وانا صغيره عشت في فرنسا شويه علشان ماما كانت شغاله مراسله هناك، وبيروحوا يتعشوا مع بعض. بيخلصوا ويرجعوا والدنيا بتمطر، فبيفتحوا الشمسيه وبيمشوا جنب بعض وبيوصلها، لكن لما بتوصل بتتحجج انها نسيت تشتري حاجات وبتروح معاه علشان تشتريها وبيرجعها للفندق تاني. بتبدأ البطولة الوطنية وبتقدر اللاعبة توصل لربع النهائي، وبتسألها المدربة لو عايزة تكمل بما انها كسبت، لكنها بتصر برضو على الاعتزال. فبتسألها المدربة هتعملي ايه بعد الاعتزال؟ فبتقول لها عايزة اكون شيف حلويات. بتعيط المدربة واللاعبة وبيسلموا على بعض. بنروح للمدرسة والمدرس اللي عمل مشكلة مع سيونج بينادي عليها وبيقول لها عايزك في مكتبي. بيسمعها برنامجها الاذاعي اللي اتكلمت فيه عنه وانه بيضرب الطلبة وعن المدرسة وعن تصرف الشرطة السيء، وبيطلب منها تقدم رسالة اعتذار مكتوبة وتكذب كل اللي قالته على البرنامج والا هيتم رفضها ومش هتقدر تدخل الجامعة. بترفض سيونج وبتقوله انها هتسيب المدرسة خالص، وبتروح تحكي لمامتها على اللي حصل. فمامتها بتسألها هتقدري تضحي بسنة من حياتك؟ فبتقول لها هضحي بيها لاني مش هقدر اعتذر له ولا اتكسر قدامه. وبتحضنها والدتها وبتهون عليها. تاني يوم بتروح سيونج وبتجمع الشلة وتقول لهم على قرارها. بيزعلوا جدا وبيحاول جي يونج يخليها تغير قرارها لكنه ما بيقدرش. وبتيجي والدتها وبتهزق المدير والمدرسين وتقول لهم انا ما يشرفنيش ان بنتي تتخرج من مدرسة زي دي، وبتسحب ورق بنتها علشان تنقلها مدرسة تانية. بتعجب سيونج بوالدتها وبتقول شكلي ورثت الطبع ده من امي. بيودعها زمايلها في الفصل وبيدوها هدايا. بتروح لبوابة المدرسة اللي بتكون مقفولة فبتنط من على السور علشان تخرج، وبتلاقي هايدونا ويوريم جايبين تورته وعاملين مفاجأة. بتتجمع الشلة في أوضة يون جن علشان يحتفلوا مع بعض براس السنة العام 2000. ويون جن بيرجع من شغله ويلاقيهم فبيقول لهم مش هتبطلوا تدخلوا الأوضة من غير إذني. فبتقول له سيونج مش وقته، ده ممكن تكون آخر سنة في العالم بعد ما اخترعوا القنبلة النووية. فبيقول لها كويس جدا، على الأقل مش هشوف شعرك المجعد ده تاني. بيسهروا مع بعض وبعدين بيقرروا يروحوا علشان يقضوا باقي السهرة مع عائلتهم ما عدا هايدونا اللي بتقول لهم ماما مش في البيت. بيسألها يون جن نفسك تعملي ايه قبل نهاية العالم؟ بتقول له ولا أي حاجة، وفجأة بتبوسه وبتقول له إنها كانت قصده كده لكنه بيتجاهل كلامها وبيقول لها يلا علشان أوصلك. بيمشوا طول الطريق من غير ولا كلمة، ولما بتوصل بتقول له أنت قلت إنك بتحبني، أمال إيه اللي حصل ده؟ بيسكت وما بيردش. بتدخل أوضتها وبتنهار من العياط. تاني يوم جي يونج بيستغل إن مامته مسافرة وبياخد عربيتها. بيكلم البنات وبيقول لهم أنا عامل لكم حفلة قيادة النهاردة. بياخدهم وبيتحرك بس بيتوتر في الطريق وبيكتشفوا إنه ما بيعرفش يسوق. بيرجع للبيت وبيلاقي واحد راكن مكانه. بيخاف إن مامته تعرف إنه أخد العربية فبيفضل واقف لحد ما العربية بتطلع لكنه ما بيعرفش يركن. فبيجيب أصحابه وبيشيلوا العربية وبيحطوها في مكانها. بيرجع يون جن من شغله وبيلاقي هايدونا مستنياه وبيقول لها واقفة في البرد ليه؟ بتقول له عايزة أعرف تفسير اللي حصل. بياخدها ويشتري لها حاجة سخنة تدفيها وبيديها الكوفية بتاعته. بتشوف هايدونا خيط على الجاكيت بتاعه بيفتكرها عايزة تبوسه فبيحط الأكل في بقه. بتتضايق هايدونا جدا إنه فكر فيها كده وبتمشي وبتسيبه. بيروح يون جن ويفكر في اللي حصل وبيكلم هايدونا ويعتذر لها ويقول لها إنه بيحبها لكنه خايف يظلمها معاه، لكن بالغلط بيكون كلم جي يونج. تاني يوم الصبح بيقابله جي يونج ويتريق عليه، وهايدونا ما بتكونش مركزة في التدريب وبتزعل لها المدربة وتقول لها البطولة الأسبوع الجاي. بيقعد يون جن مع مديره ويسأله لو ممكن ينقل من قسم الرياضة لكنه بيقول له لازم يعدي عليك سنة أو يكون في سبب قوي. وبيسأله عايز ينقل ليه؟ فبيقول له علشان علاقته الشخصية ما تأثرش على شغله. بيرجع يون جن وبيلاقي هايدونا مستنياه تاني. بتقول له إنها عارفة إنه بيحبها وإنها مش عايزة تخسره وإنه لو مش عايزها يعرفها، بس ما يسيبش الموضوع متعلق كده. بيسيبها وبيدخل البيت. بتبدأ البطولة وبتخسر هايدونا ويوريم أول ماتش ليهم والمدربة بتزعق لهم، والبنت اللي كسبت هايدونا بتقابلها وتقول لها إنها ما طلعتش مميزة ولا موهوبة وإنها كسبت الميدالية الذهبية بالصدفة. بتقول لها هايدونا عندك حق لأنك كسبتيني. بعد كده بتقعد في الكافيتيريا وبيقعد معاها بطل المبارزة للرجال بيكون يون جن شايفهم ومتغاظ جدا. بتخلص وبتمشي وبتنسى قفازاتها. فبيكتب لها يون جن رسالة ويقول لها الإفراط في الشرب مع الشباب مضر بالصحة. بتتصل وتقول له أنت اللي كتبت لي الكلام ده؟ فبيقول لها لا معرفش عنه حاجة. بتقول له يا راجل وبتدور عليه فبيستخبى منها. بترجع لمباراة
مباريات البطولة وبتلعب مع فريق زمايلها في المدرسة وبيقدروا يفوزوا وبيفرحوا جدا، والمدربة بتحتفل معاهم. بتقابل يوريم جي يونج بالليل وبيهنيها بفوزها وبتديله جوانتي يلبسه علشان الجو برد. بيحاول يتخلص من الجوانتي بأي شكل علشان يقدر يمسك ايدها، وفي الآخر بيقول لها ده أنا نسيته واحنا بنلعب في الصالة، وبيمسك ايدها وهم ماشيين. وبتشوف هايدونا تقرير يونجين عنها بعد المباراة وبتفرح بكلامه جدا وبتروح له البيت علشان تشكره، لكنه بيقول لها انا اخدت توبيخ من مديري بسبب التقرير ده لان مشاعري كانت متحكمة فيا، وبيطلب منها يحطوا حدود بينهم. فبتقول له انا كنت عايزة اقف معاك تحت التلج لاننا مجربناش الشعور ده. بيسيبها وبيدخل البيت. بتعيط وتقول له ما تبعدش عني، مش هقدر اكمل من غيرك. بيخرج من البيت وبيبوسها ويقول لها انا بحبك. بنرجع للوقت الحاضر تاني، وبنت هايدونا بتدور على باقي مذكرات مامتها مش بتلاقيها، فبتبحث عن اسم والدتها ويونجين، وبتلاقي فيديو لاتصال تليفوني بينهم في عام 2009. وبيهنيها يونجين المذيع في قناة UBS بفوزها بالميدالية الذهبية الثالثة، وبتشكره وبتسأله انت بخير؟ فبيقول للجمهور ان بدايته في الاعلام كان بيغطي مباريات مبارزة لهايدونا، وبيسألها عن اصعب مباراة لعبتها، فبتقول له في سنة 2001 ضد يوريم ممثلة دولة روسيا. بنرجع تاني لسنة 2000 والشلة بيكونوا قاعدين في الكافيه. بيدخل عليهم يونجين وهايدونا وهم ماسكين بعض وبيقولوا لهم احنا ارتبطنا، وبيقعدوا معاهم وبيلعبوا سوا. وفي كل لعبة بيكون اللي بيخسر ويتعاقب هو يونجين. وبعدين بيجروا في الشارع ويروحوا البيت يونجين يكملوا السهرة. وبتعيط سيونج علشان عايزة تدخل الجامعة، وبتضرب هايدونا يونجين علشان البنات اللي حبهم قبل كده. ويوريم بتخرج مع جي يونج، لكن بيجيلها خبر ان ابوها عمل حادثة. بتوصل للمستشفى ووالدها بيكون كويس، لكن الشاب اللي خبطه بيكون في العمليات، وامه بتزعق له وتضربه. بيكون لازم يدفع تعويض لعلاج الشاب ده. بتقترح عليه مراته يبيعوا المحل والبيت، لكنه بيقول لها مش هيكفي وهنعيش فين؟ فبتقول له لازم نلاقي حل علشان سمعة بنتنا. وبتسمعهم يوريم اللي بتروح تاني يوم للمدربة وبتقول لها انها محتاجة فلوس كتير ضروري جدا، وبتسألها اذا كان ممكن تلعب لفريق تاني. وبعدها بتروح لهايدونا وبتحكي لها عن المشكلة اللي هي فيها. بيروح يونجين لشغله وبيسمع زميله وهو بيقول للمدير ان يوريم هتغير جنسيتها وتلعب للمنتخب الروسي. بعدها بيروح يقابل مدير التعاقدات الروسي وبيسأله عن الصفقة. وبيستنى يوريم قدام البيت وبيسألها عن احوالها وعن والدها، وبيقول لها انا مش قادر اعمل كده، مش قادر استغل صداقتنا في شغلي. فبتقول له ده شغلك ولازم تعمله. بيقابل مديره السابق وبيقول له انا مش قادر اكمل في الشغلانه دي، مش قادر اجرح الناس اللي بحبهم. فبيحاول المدير يفهمه طبيعه شغله. بتتجمع الشله في بيت سيونج وبياكلوا مع بعض، وسيونج بتدي يوريم هديه وهي ورقه روسيه مترجمه علشان تعرف نفسها للناس هناك. وبيشغلوا التلفزيون ويلاقوا خبر عن يوريم انها هتسيب بلدها علشان الفلوس، وبيقدم الخبر ده يونجين. بتروح له هايدونا اللي بتزعق له وبتقول له انه بيستغل مصايب الناس، فبيقول لها ده شغلي ولو ما عملتوش غيري هيعمله. وبيقول لها احنا كده هنكمل علاقتنا لان ممكن يجي يوم وتلاقيني بقدم عنك انت خبر سيء. بتتضايق وبتسيبه وتمشي. بتخرج يوريم مع جي يونج وبتقول له دي اخر مره هنتمشى سوا وايدينا في ايد بعض، وبتطلب منه يشوف حياته بعدها وما يقطعوش اي وعود لبعض لانها مش عارفه هترجع تاني ولا لا. لكنه بيرفض كلامها وبيقول لها انه هيسافر لها وممكن ينقل حياته لروسيا. وبتروح تاني يوم لصاله التدريب وتفتكر ذكرياتها، وبتلاقي الصحفيين بره الصاله في كل مكان، لكن بتيجي هايدونا اللي بتعمل خطه وتقدر تخرجها. بيجروا مع بعض والصحفيين وراهم لكنهم بيقدروا يهربوا منهم، وبيروحوا يتغدوا في المطعم، لكن صاحب المطعم بيرفض ينزل لها اكل وبيقول لها المطعم هنا للكوريين بس. بترد عليه وبتقول له انها بتبيع مهارتها لاي حد يقدرها بالمال زي ما هو بيبيع الطعام بالظبط، وانها ما باعتش بلدها لمجرد انها هتلعب لبلد تانية. بيقتنع بكلامها وبينزل لها الاكل، وبتروح مع هايدونا البيت. بيعيطوا كتير وبيحضنوا بعض. تاني يوم الصبح بتوصل للمطار، بيودعها اهلها وهايدونا وسيونج اللي بتبعت رسالة لجيونج وبتقول له ان يوريم مسافرة النهارده. بياخد عربية مامته ويطير على المطار وبيلحقها. بيودعها ويقول لها انه هيستناها ومش هيبص لاي بنت غيرها. بتقول له وانا كمان وبيبوسها. بيرجع يونجين من شغله وبيلاقي جدران مكتوب عليها يوريم خائنة. بيقعد يعيط. بتشوفه هايدونا وتحضنه وتخفف عنه وتقول له يوريم قالت لي انك كنت بتقوم بشغلك وبس. وبيقوموا يمسحوا العبارات المسيئة ليوريم. تاني يوم بيروح لوالدة هايدونا وبيقول لها انه عايز ينقل من قسم الرياضة. بتقول له هل ده بسبب يوريم؟ فبيقول لها لا، ده بسبب هايدونا. وبيتم نقله لقسم الاخبار المحليه وبيبدا شغله على طول. بتكلم يوريم هايدونا وبتحكي لها عن اسلوب حياتها الجديد. وبتروح هايدونا لمعسكر الفريق الوطني بقياده المدربه تشاي مين. وفي اجازه نهايه الاسبوع بتقابل يونجين اللي بيجي لها متاخر كالعاده، وبيدخلوا السينما. وبيسافر جيونج لروسيا علشان يقابل يوريم اللي بتفرح جدا اول ما تشوفه. بتتصل هايدونا بيونجين وبترتب معاه علشان يتقابلوا ليله راس السنه، لكنه بيقول لها انه هيكون مشغول. بتروح ليومها المكان اللي بيشتغل فيه. بيخلص شغله
له وبيشوفها، وبيحتفلوا مع بعض براس السنة. وبداية عام 2001 بتدخل سيونج الجامعة وبتكون مسؤولة في اتحاد الطلبة، وبتقابل جي يونج اللي بيقولها انه هيشتغل عارض ازياء. هايدونا بتبعت رسائل ليوريم لكنها بتتجاهلها وما بتردش عليها. وفي مركز التدريب بتقرا اللاعبات تصريح ليوريم بتقول فيه ان هايدونا مش ند ليها، وهايدونا بتقول لهم اكيد الاعلام هو اللي حرف الكلام ده. وبيقابلها الاعلاميين بعد ما بتخلص تمرين وبيسالوها عن رايها في كلام يوريم، فبتقول لهم انا هبذل كل اللي اقدر عليه بس يا ريت ما تحرفوش كلامي. بيسافر الفريق لمدريد وبتروح يوريم لاوضه هايدونا، بتخرج لها المدربه وبتسلم عليها وبتحضنها وبتسالها عن احوالها، وبتسالها يوريم عن هايدونا فبتقول لها استني هدخل لها. بتخرج بعد شويه وتقول لها معلش هي مش عايزه تشوفك دلوقتي، وبتدخل تسالها عن سبب اللي عملته ده فبتقول لها علشان عايزه افوز. بتقدر هايدونا تفوز بمباراه نصف النهائي وبتوصل للمباراه النهائيه، وبتكون مباراه يوريم شغاله ومتاخره بنقطتين لكن بتقدر تعدل النتيجه وبتوصل للمباراه النهائيه ضد هايدونا. المدربه بتشجع هايدونا وبتقول لها انت على طول بتكسبيها والنهارده مش هيختلف عن قبل كده. بتبدا المباراه وهايدونا ما بتكونش مركزه في الاول وبتتاخر في النقط، لكن بترجع للمباراه بسرعه والمباراه بتكون قويه جدا وبتوصل النتيجه ل 14 لصالح يوريم و12 لصالح هايدونا. وبتعترض هايدونا على الحكم لكنه بيرفض اعتراضها وبتكمل المباراه وبتوصل ل 14 مقابل 14 واللي يجيب النقطه الاخيره يفوز. بيحصل تعادل متكرر بينهم لكن بتقدر هايدونا تقتنص النقطه الاخيره وتفوز بالميداليه الذهبيه. وبيشيلوا القناع ويعيطوا ويحضنوا بعض وكل اللي بيتفرج عليهم بيعيط. بترجع هايدونا لبيتها وبتلاقي الباب بيخبط وبيكون يونجين، فبتقول له انت مجنون، ماما ممكن تيجي في اي وقت. بيقول لها ما تقلقيش انا اتاكدت انها مش جايه دلوقتي. وبيقول لها انهم هيروحوا رحله مع بعض احتفالا بمرور سنه على اعترافه بحبه ليها. بيروحوا يشتروا شنط زي بعض. ويوم الرحله في المطار بتحصل حادثه تفجير ابراج امريكا. بيكلمها في التليفون ويقول لها انا مش هقدر اسافر معاكي علشان هسافر امريكا اغطي الاحداث هناك. بترجع البيت وبتلاقيه سايب لها هديه. بيوصل يونجين امريكا وبيعمل لقاءات مع الضحايا وبيصور في المستشفيات. بيكون متبهدل جدا في الشغل وبيتصل بيها من وقت للتاني يطمن عليها، وشهر في التاني لحد ما بتيجي ليله راس السنه وبيحتفل كل واحد فيهم بيها لوحده. وبتفتكر هايدونا احتفالها السنه اللي قبلها. بيقدم يونجين على وظيفه مراسل في امريكا وبيتقبل وبيتصل بهايدونا ويقول لها انه جاي بعد شهر. بتقول له انها هتكون مسافره في بطوله لاوروبا وبيقول لها انه اتقبل في وظيفه وهيجي علشان يخلص الورق والاجراءات. وبيتاسف لها انه ما قدرش يكون معاها في راس السنه فبتقول له عايزاك تبطل اسف بقى وبتقفل الخط. جي يونج بيكون شغال وبيصور واحد بيسمع صوت يوريم بيتفاجئ وبيفرح جدا وبيحضنها وبتاخده لبيتهم تعزمه على الاكل وبيعرف اسرتها بنفسه. يونجين بيكون راجع وفي الطريق بيكتشف ان شنطته اتبدلت مع شنطه هايدونا. لما بيفتحها بيرجع المطار وبيلاقيها سايبه له شنطته. بياخدها وبيسيب لها شنطتها قدام البيت. بيرن الجرس ويمشي. بتخرج وتنادي عليه وتقول له مشيت ليه. بيقول لها اذا كانت عايزاه يسيب شغله هناك تقول له. بتقول له مش وقته الكلام ده. بيقرروا ينفصلوا. بيكون في نفس المكان اللي ارتبطوا فيه. بتتجمع الشله من تاني وبيسالوا عن يونجين. بتقول لهم سيونج انا قلت له يجي لكنه بيبعت لها رساله انه مش جاي. فبيستغرب جي يونج وبيقول لهم ما قالش لهايدونا ليه. فكلهم بيبصوا لها. بتقول لهم انهم انفصلوا لانها مشغوله بالمبارزه وهو هيعيش في نيويورك مش هيقدروا يكملوا مع بعض. في خلال التدريب بتقع هايدونا وبيغمى عليها وبيودوها المستشفى وبتكون حالتها النفسيه سيئه بسبب الانفصال. بعد كام يوم بتخرج وبيكون معاها مذكراتها اللي بتقع منها لكن بعدها بتتبعت ليونجين لانها بتكون فيها بطاقته اللي هايدونا كانت واخداها منه. بيقرا الكلام اللي فيها وبيعيط. وفي يوم سفر يونجين بتجري هايدونا على بيته وهو بيجري على بيتها ومش بيلاقوا بعض وبيحاول يرن عليها لكنها بتكون سايبه الموبايل في صاله التدريب. بيقابلها في الشارع وبيقول لها ما كنتيش في البيت فبتقول له كنت بتمشى. بيعيطوا الاتنين وبيحضنوا بعض وبتودعوا. بتمر 7 سنين وبتستقيل ام هايدونا لانها كبرت وعايزه ترتاح وبيطلبوا منها ترشح حد مكانها. فبترشح يونجين. بيوافق مجلس الاداره وبيرجع من امريكا وبيجمع عيلته من تاني وبيبدا اول حلقه ليه وبتهنيه ام هايدونا. بيشكرها على دعمها. بتروح هايدونا للمدربه وبتقول لها انا عايزه اعتزل كفايه كده. فبتقول لها هنلعب ملك وكتابه لو كسبتي اعتزلي. بيلعبوا بس بتقول لها انت عبيطه لو زهقت اعتزلي. ملك وكتابه ايه اللي هيحددوا مصيرك دول. بيموت ابو سيونج وبيتجمعوا علشان يعزوها وبيجي يونجين متاخر وما بيلحقهمش. بيسال سيونج عن اصحابها فبتقول له ان يوريم فتحت اكاديميه لتعليم المبارزه وبقت غنيه وان جي يونج بقى عنده علامه تجاريه خاصه بيه وانهم اتجوزوا وان هايدونا اتجوزت هي كمان. بتخرج علشان توصله وبتلاقي اخوه اللي لسه معجب بيها. بتعجب بيه هي كمان بعد ما كبر. وبنرجع للقائها مع يونجين بعد ما فازت بالبطوله للمره الثالثه. بعدها بيكون عندها حوار صحفي وبتعلن اعتزالها وبتلاقي يوريم جايه لها تهنيها على فوزها واعتزالها. بنرجع للحاضر تاني وبنت
هيدونا بتقول لمامتها انها عايزه تلعب باليه من تاني، بتضحك امها وبتروح للمكان اللي كانت بتقابل فيه يون جن وتفتكر ذكرياتهم سوا. واتمنى المسلسل يكون عجبكم، وشكرا على متابعتكم.